السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله. معي أنا سعادتي في مطبخي، إن شاء الله دايما السعادة كاينة في المطبخ. مرحبا بكم. بما أنه فصل الشتاء وفصل البرتقال، اليوم جينا مع بعض إن شاء الله نديروا مع بعض مربى البرتقال. يعني طلبوه مني أخوات، وأنا تحت طلبكم إن شاء الله، نلبي لكم الطلب. راح نديروا إن شاء الله اليوم المعجون تاع التشينا. هاي يعني التشينا تاعنا بسم الله ما شاء الله، رانا في الفصل تاعها. ها هم حبيبات، يعني بعد ما تغسلوهم تنشفوهم بيان، نجيبوا لاغاب تاعنا. لاغاب تاعنا ماذا بكم يعني شوفوا نوريكم استوس. يعني عندنا الجهه اللي الثقب تاعها رقيق بزاف، وعندنا هذه الجهه اللي الثقب تاعها شويه واسعين. حنا نستعملوا هذه الجهه، ولو انه كاين دي غاب واحد اخرين اللي ارق من هذه، وكاين العيون تاعهم اللي اصغر من هذه. هذوك اللي يعني يجينا المربى تاعنا يجي القشره تاعو ليس، ويجي شباب المظهر تاعو. انا عندي هذه المتوفره عندي. يعني نجيبوا سكين نحاولوا نحو يعني هذه الجهة العلوية والجهة السفلية هذو، لأنه فيهم ذاك العرق الأخضر، ويعطينا شوية يقطع بالمرورة هكذا. يعني نجيبوا لاغاب تاعنا ونسكرفجوا الحبيبات تاعنا تاع البرتقال. حاولوا يعني تدوا غير هذيك الطبقة الرقيقة تاع يعني لو زيست هذاك تاع البرتقال، وتخلوا يعني هذيك الجهة البيضاء هي اللي راح تحكم لنا القطع تاع البرتقال. هذه هي، تقعدوا هكذا تربيو كامل حتى تكملوا كامل الحبيبات تاعكم. شوفوا يعني انا لاغاب تاعي شحال الثقب تاعها واسعين. نتوما كي تكون عندكم وين غاب الثقب تاعها يعني يجي بلي ليس على هكذا. كملنا كيما راكم تشوفوا الحبيبات تاعنا هكا بسم الله ما شاء الله. يعني اللي عندها لاغاب كيما انايا شويه الثقابي تاعها يعني واسعين ولا مفتوحين، تحكم السكين هكا. مثلا هذه الجهه لهنا راهي قعدت فيها شويه القشره شويه، لانه هذيك القشره تعطينا شويه مروره، على ذاك نحاولوا كامل هكذا. وميم طون انا نليسيو يعني في الوجه الخارجي تاع البرتقاله تاعنا عفوا، هكذا باش يعطينا منظر شباب هكذا. كذلك هذه يعني نحاولوا شوفوا لاغاب كي تكون الثقابي واسعين، يعني تخلي لكم شويه من هذاك لو زيست هكذا. يعني حاولي تتحايلي في المطبخ، يعني ماشي توفر كلش باش نديروا يعني مربى بنين ولا يعني طياب شباب. معليش ديزاستيس في المطبخ، يعني نحاولوا نتبعوهم وان شاء الله تخرج كامل الاشياء على ما يرام هكذا. رانا نضاف الحبيبات تاعنا. انا هنا راني درت كميه يعني قبل التصوير، نديروا يعني كما راكم تشوفوا كسرونا هكذا تكون شويه ثقيله، نديروها في النار نشعلوا لها النار هكذا، ونخلوا يعني التشينا تاعنا الطيب يعني حتى يدخلها طياب. وكاين استيوس يعني ما كان لها التشينا اذا كانت حلوه، يعني كليتوها ذقتوها ستوها حلوه، ما كان لها هذاك اللي تبدلوا الماء شاك فوا شاك فوا. نعرفوا باللي لا فيتامين سي يعني تتبخر لنا كي يدخلها الحراره يعني تكون قويه، راح تفقد كامل التشينا تاعنا، تفقد لا فيتامين سي تاعها. على ذاك تكون حلوه، يعني خلوها طيب فقط يعني في الماء تاعها الاول اللي ديروا. هذه حبيباتي هنا بالنسبه للوزاس. يعني هنايا كما راكم تشوفوا بالنسبه للوزاس تاعنا، يعني نجيبو هكذا، نجيبو دي بورتمونجي هكذا صغار ونعمرو فيهم. يعني هذا لو زيست تسحقوه تخدموا به يعني بامال دو شوز، شحال من حلويات. تقدروا حتى الحسيله ديروا في كومبريس هكا وتقيسوا في وسط الحسيله يعطيكم العسل يعني تاع البقلاوه تاع المقروط. شوفوا جربوه بلو زيست تاع البرتقال احسن بكثير من لو زيست تاع القارص. هذه هي، هذو هما لي بورطمونجي. وتعملوهم تعملوش في الثلاجه من التحت، ديروهم ماذا بكم كونجيلاتور. يعني كي تسحقوا تجبدوهم، تسحقوا يعني تسيبوها مجمده فقط هكذا بالمغرفه بسكين يعني، وراح ترطب معاكم اكثر واكثر. يعني كي تكون كونجلي وتزيدي يعني كيما نقولوا تفتيها، راح تعطيك واحد النعومه تولي ناعمه، هذوك لي زيست يولوا ناعمين اكثر واكثر. هذه هي، نخلوا البرتقال تاعنا يعني يدخلوا طياب، ونرجعوا من بعد عفوا يعني نكملوا المربى تاعنا. هذه هي، نحكموا يعني البرتقال تاعنا هكذا على بلانشات ولا على لو بلان دو طرافاي، يعني نحو. هذه هي اللي تخلي لنا المعجون تاعنا يجي شويه مر. هذا العرق الابيض هذا لازم نحيوه هكذا. هكذا، وتحاولوا تقسموا يعني القطع تاع البرتقال تاعكم، ممكن على 4 إلا حبيتوا القطعة صغار، ممكن على 3. أنا درتهم على 3 هكذا.
هكذا شوفوا يعني بسم الله ما شاء الله طابت معنا، راهي قبل ما نعسلوها راهي الزبده. وعندنا لهنا يعني ها هي قبل التصوير انا قطعتها هكذا. وتوزنوا يعني تجيبوا ميزان وتوزنوا البرتقال تاعكم، يعني شحال جاكم الميزان تاع البرتقال ديروه سكر. انا راني وزنته من قبل جاتني تقريب 800 وشي، نديروا لها 800 كذلك سكر. سكر كما راكم تشوفوا كريستاليزي يعني عادي، نفس لاكاسرول اللي طيبنا فيها. يعني نديروا فيها البرتقال تاعنا هكذا، نجيبوا البرتقال تاعنا نديروه هكذا في الكسرونه، ويعني شرط تكون ثقيله باش المعجون ما يهبط لكمش من التحت، وممكن يلتصق يعني بالكاسرول من التحت. ولا في كوكوت يعني تقدروا، لا كوكوت راهي ثقيله وتصلحها كثير للمعاجن اللي ما عندهاش كسرونه ثقيله تستعمل لا كوكوت. هذه هي عندي لهنا يعني السكر تاعنا، يعني معجون البرتقال رائع رائع جدا والله. تصنعي لهم بلاره يعني ما تفوتلكش 3 ايام ولا 4 ايام راح يقضوا عليها حقيقه يقضوا عليها هكذا. عندنا لهنايا يعني اذا كانت فريمون البرتقال تاعكم يعني شارب الماء بيان، ما تمكنله تزيدوا هذا شويه تاع الماء، لكن حنايا باش نتفاداو هذيك المفاجات نديرو هكا كويس صغير تاع ماء هكذا، وندعو الكسرونه تاعنا للنار هكذا ونخلوها يعني خلوه حتى يذوب كامل هذاك السكر. وانتم تخلطوا بهذه الطريقه هكذا من تحت للفوق، تجبدوا كامل القطع باش القطع تاعنا تاع البرتقال يعني تنغمر كامل في السكر هكذا، وتخلوه يذوب هكذا. يعني نخلو هذه المغرفه لهنا باش تجينا العمليه سهله. انا دائما من حين الاخر نخلطوا المعجون تاعنا باش ما يلتصقش، وتطلق هذيك البرتقال كامل الماء تاعها. نخلو المربى تاعنا يتعسل ويثقل، ونرجعوا في النتيجه النهائيه بحول الله. عاودنا رجعنا مع بعض يعني في النتيجة النهائية. ها هو المربى تاعنا يعني بسم الله ما شاء الله. هذيك الكمية يعني دارت لي هذه الكمية، وراني مخبية كمية واحدة أخرى 800 غرام حتى 900 غرام حتى كيلو، يعني يدير لك كمية لا بأس بها. شوفي بسم الله ما شاء الله يعني هكذا تخلو العسيلة تاعو تعقد هكذا وتاخذ هذا اللون الذهبي الشباب. هذه هي يعني ديروه طريقة الاحتفاظ. عندك يعني بلارات كيما هكا تاع زجاج تعقميهم بيان، طريقة التعقيم راهي معروفة عند الجميع النساء. يعني تعمري البلارة تاعك وتحتفظي فيه. انا عن نفسي نحتفظ فيه في المجمد، يعني ما نخليش في الفريجيدير من تحت، رغم اني نعقم البلارات، رغم اني يعني نتبع جميع الطرق، لكن الانسان باش يتفادى المفاجآت وباش ما يخسرلكش يعني المعجون تاعك ديريه في الفريغو هكذا باش يبقى لك يعني اطول مده ممكنه. وانا عن نفسي يعني المعجون البرتقال والله ما يبقاليش، يستاهلكوا يحبوه بزاف، يستاهلكوا مباشره بعد ما نطيبوه يعني حتى نخبي عليهم باش نحتفظ لهذيك كما يقولوا حق الغايب حق الضيف. هذه هي يعني عفوا. عندنا بلارات هذه محكمة الغلق، هذه هي تغلقيها بيان وتخبيه كما قلنا في المجمد. وبصحتكم حبيباتي، نتمنى يعني تكتبوا لي في لي كومونتير باللي جربتوه وخرج لكم من اروع ما يكون، وراني نستنى في تشجيعاتكم وتعليقاتكم الجميله. شكرا لكم.